السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الحباب. اليوم إن شاء الله حلقة جديدة شاركت معكم اختي شوية ديال السباكيتي بالكفتة دارتها العشاء. صافي هانتوما تشوفوا المراحل كيفاش دارت لها. هي دارتها بالزربة، شحرات هنا شوية ديال البصلة مع شوية الزيت والملحة والابزار. المهم خلات ديك البصلة كتشحر كتهبط. صافي شدت ديك السباكيتي دارتها في الماء تسلق، زدت عليها شويه ديال الملحه والزيت شويه ديال الزعتر وخلاتو يتسلق خلات عفوا تسلق. من بعد ديك البصله فاش هبطات شويه زدت عليها مطيشه محكوكه ودارت شويه السودانيه والخرقوم سكينجبير. صافي وخلطاتهم مع الثومه. صافي خلاتهم يتشحروا شويه وزدت عليهم الكفته والمعدنوس مقطع. صافي حركات خلطات هذاك الشيء مع بعضياته حتى تخلط مزيان. صافي خلاتو كيطيب حتى طاب مزيان. صافي في الاخير خلطات داك صافي صفات هذيك المقارونيه وخلطتها مع داك عفوا ماشي المقارونيه، خلطت هذيك السباكيتي مع ديك المهم ديك الخلطه ديال المطيشه والبصله وداكشي. صافي وهي وراتكم في الاخر الشكل النهائي كيفاش جا. والوصفه الثانيه هنايا شاركت معكم السانطير بلاصوص. صافي كذلك دارت شويه ديال البصله كتشحر، دارت فيها الملحه والزيت خلاتها هبطات، زدت عليها شويه ديال المطيشه وربيع شويه ديال الثومه سكينجبير الابزار، زدت عليهم الخرقوم التحميره وشويه ديال الكفته. صافي وخلاتهم كيتشحروا مزيان. صافي وزدت فاش تشحروا مزيان وهبطوا وتقلاو زدت عليهم الماء. صافي وديك الساعه غسلات السانطي وزدت عليهم من الفوق خلاتهم كيطيبوا. صافي من بعد فاش طابوا كانوا مخلطين مع بعضياتهم صافي وحطاتهم. وشكرا بزاف لكم على المتابعه، والله يسهل عليكم. شكرا بزاف والله يخليكم لينا، الله يحفظكم والله يعاونكم حتى الحلقه ان شاء الله اخرى ان شاء الله يا ربي امين. ما تنساوناش من لايك وشي كومونتير، وشكرا الله يسهل عليكم.